السلام عليكم البنات، جيتكم اليوم بفيديو جديد. فيديو تاع بيتزا كاري. مكانش شكون فينا اللي ما يحبش البيتزا. جبت لكم بواحد الوصفه، صدقوني تجربوها ماكمش راح تستغنيو عليها. جبت لكم بواحد المكون سري اللي يخليها تجي بنينه قاطو ما تتشبعش. تبعوني كيف راح ندير برك وتنجحوا فيها ان شاء الله. بون هنا عندنا 2 كيسان حليب دافي، ما يكونش سخون البنات، دافي برك. عندنا هنا نص كاس زيت، تحبوا ديروا اي كاس. عندنا مغرفه كبيره تاع خميره تاع مطلوع، مغرفه كبيره سكر، 2 مغارف ملح، وباكي خميره تاع كاطو. البنات باكي تاع خميره الكاطو هو المكون السري تاعنا. وعندنا الفرينه باش نلموا العجينه. بون هنا الحليب درت فيه خميره، درت فيه السكر ونيزة الزيت، ونحرك نحرك نحرك بشوي حتى يتخلط لنا كلش، وميم طون تتفاعل الخميره معنا. والبنات عندكم الحاجه الدوزيام اللي تخلي العجينه تاعكم تجي طريه وتجي هايله. الفرينه جامي 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 تلوحيها دفعه واحده، توجور تلوحي ب2 مغارف 3 مغارف بشوي حتى تتلملك العجينه. صدقوني جربوا هاد لا ميثود ورجعوا لي بالاخبار. هنا راني ضفت الملح، ونبقى نحرك 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 بشوي حتى تتلم لي العجينه. اشاك فوا نضيف الفرينه غير بشوي. البنات وهنا الخميره تاع الكاطو هي اللي تخليها تجي خفيفه خفيفه، تجي هشيشه، تجي بنينه، تعطيها واحد القوام هكذا هايل بزاف. صدقوني ماكمش راح تستغنيو عليها. ونحبكم كامل كي يهبط هاد لا فيديو نحبكم كامل تجربوها وترجعوا لي بالاخبار. هنا راني ضفت الخميره تاع الكاطو. البنات الكميه هذه راهي يدير لكم 2 بلاطو. الا عدتوا عائله كبيره والله دوبلي ولا كونتيتي. كيما راكم تشوفوا راني نحرك غير بشوي. راكم تشوفوا في القوام كيفاه كل مره يبدا يثقال حتى تتلم لينا العجينه. راني ما حبيتش نسرع لكم المقطع هذا بالذمه به تشوفوا برك كيف راني نلم في العجينه. بون هنا البنات بعد ما جمعتها شوفوا كيف جات طريه. بعد تلعبي بها كيما تحبي وتشتي، ما تغبنكش. هنا خليتها تريح مده ساعه ونصف. بون هنا نبداو نخدموا لاصوص. جبت حبه ونص بصله، 3 سنير ثوم. هنا ما كانش عندي طماطم، مشيت الطماطم اللي تتباع برا هذيك تاع كاب ثاني مليحه بزاف. بون البنات هنا ماشي شرط ديروا لاصوص اللي درتها انا، كل وحده من دير لاصوص تاعها وتجيها بنينه تستعملها هي، ماشي شرط تستعمل لاصوص اللي ندير فيها انا دوك. هنا حطيت البصله، درت فيها شويه زيت، دوك نقليها شويه. قيس ما تبدا تذبال باك شويه نزيد لها لاصوص هذيك. كما راكم تشوفوا هنا هاي بدات تذبل البصله. زدت لها لاصوص هذه تاع الطماطم بنينه بزاف، يعني الحق تاع ربي. كما قلت لكم انا الطماطم كانت خلصت لي في الدار. قد زابا قلت ولا غير نكملها. زدت هنا شوي فلفل احمر،
هنا شويه ملح، فلفل كحل، وهنا زدت لها لو تان زعترة، ثاني نمد لها واحد البنه في لاصوص هايله بزاف، ونبقى نحرك 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 حتى تطيب. كي طيب البنات انا نميكسيوها شويه باش ما تقعدناش البصله خشينه. بون هنا البنات بعد ما طلعت لي لاباط وقرصتها، درت لها شويه طون تاع زيت، درت لها الفلفل الكحل سامحوني، درت لها الزيتون الكحل تبع الدار ما يحبوهش بالعلف تاعو، يحبوه هكذا مقطع. ودرت هنا الفرماج تاع الشيدار تاع الميزان كما راكم تشوفوا. العجينه ما ترقوها ما تخشنوها باش من بعد كي تطلع في الفرن ما تجيكمش عاليه بزاف. البنات وديروا باش اللي عندكم، ماشي شرط ديروا طون ولا ديروا فرماج ولا ديروا باش اللي عندكم، باسكو لاباط تكون تذوقوها كي طيب تتكل وحدها بلا الحوايج هذو كروم زياده. هنا شوفوا كيما راهي في الفور، راني صورتها لكم كذا بالفرماج وكي طلعت لي شوي. هاي البنات هنا كي طابت، بعد ما طابت شرشمت 2 بيضات